الشباب بتوع اليومين دول يعني الشباب كله متدمر، اللي هم سن 15 سنه 14 سنه لغايه 25 30 سنه. الشباب دوت لا مؤاخذه يستسهل الحرام، يستسهل اللي هو يبيع مخدرات، يستسهل اللي هو يسيب تعليمه ويسيب دراسته، وفي اهمال من الاهالي وفي اهمال من الام نفسها اللي هي ما عودتش ابنها اللي هو يعني ايه على الحرام والحلال من صغره. السلام عليكم. يا مرحبا بركاته. الله يسلمك، عامل ايه؟ عايزين نسألك أسئلة، موافق؟ موافق. من هو النبي الذي ولد مرتين؟ سيدنا يونس. لا. ليه قلت سيدنا يونس؟ من هو اتولد في بطن الحوت. لا، محتاج تفكر. لو مش عارف صلى على النبي. السلام. خلاص يا جماعة، هننتظر منكم إجابة السؤال ده في الكومنتات. نسأل سؤال، نديك فرصة تانية. من هو النبي الذي خرج من بين أصابعه الماء؟ سيدنا محمد. إجابة صحيحة. من هو النبي الذي آمن به جميع قوم؟ سيدنا محمد. محتاج تفكر. سيدنا عمر. لا، شاركونا يا جماعة في الكومنتات. لو مش عارف صلى على النبي. السلام. ايه رأيك في الشباب بتوع اليومين دول؟ وجه لنا كلمة ليهم. شباب، هما الشباب بتوع اليومين دول يعني الشباب كله متدمر، اللي هم سن 15 سنه 14 سنه لغايه 25 30 سنه. الشباب دوت لا مؤاخذه يستسهل الحرام، يستسهل اللي هو يبيع مخدرات، يستسهل اللي هو يسيب تعليمه ويسيب دراسته، وفي اهمال من الاهالي وفي اهمال من الام نفسها اللي هي ما عودتش ابنها اللي هو يعني ايه على الحرام والحلال من صغره. كلامك صح. دلوقتي عندنا في المنطقه الشباب بيعدوا 15 سنه بيقفوا بيتاجروا في مخدرات. يعني شاب وتلاقيه في جامعه وتلاقيه في تعليم عالي واهله وناس حلوه وكويسين وناس محترمه، بتبص تلاقيه باظ مع الشارع ومع البتاع. يعني اقول لك ايه حضرتك، مش بيفكر اللي هو يشتغل ويبص لنفسه الاحسن ويبص لنفسه، يفكر اللي هو يقدم من نفسه. الشباب اللي هم بتوع اليومين دول اللي هم اللي عايشينها يعني مش في حاجه في دماغهم، يعني مش في اجابه لنفسهم. طب انا عندي حاجة تعبر عن ده، واتمنى اكون قدرت اوصف اللي انت بتقوله ده. هي مش بتوصف قوي، بس هنحاول نصلح من الشباب باننا نوجه لهم رسالة. هو بيدمر نفسه، الشاب بيدمر نفسه اللي هو بيبص للغلط ومفكر دي اللي هو هيساعد بسرعه ويعمل سيت لنفسه بسرعه. انت ممكن بادبك واحترامك وشغلك وتشقى هتعمل احسن من انت هتعمل ما تتاجر في مخدرات ولا تتاجر في الغلط. وما تقولش ظروف، وانا ظروف اتحطيت فيها، لا، ناس كتير اتحطت في ظروف وحشه وبتقوم منها في ظروف صح مش ظروف وحشه. يعني انا عشان اقوم من الظروف الوحشه اللي انا فيها ما مشيتش طريق غلط، مشيت طريق صح. اشتغل اي حاجه، اعمل اي حاجه، المهم ان انا هوصل لهدفي في الاخر، بس هوصله بالصح مش في الغلط. صح كلامك. خلينا نوجه لهم رسالة بقى بالشعر. تمام؟ هنقول لهم: لو عاش شباب فانا شعري شاب في العشرينات، شفت الشباب في هيئة عبيد شايلة الهموم وعايشة بسكات، شفنا الخداع من أقرب مالينا، شفنا الزمان بيذبح عينينا لأجل الرغيف، شايف الحقايق وعايش كفيف، ومين هيجرؤ يفكر في بكرة لأجل النهاردة بيأذي ضعيف. عايز تعيشها عيشها كميت، جمع جنيه في جنيه في جنيه، تسوى يا باشا في سوق الجنيه، واوعى تفكر في حلم الجواز، قبضك يا دوبك إيجارك وغاز. ادرس وحود لجيشك بلادك، وسيب اللي قالك فاشل يا واد، احنا وجيلنا صعبة حياتنا، وسيبهم يقولوا جيل الفساد. قال لي في مرة مدير ابن بيه: نفذ يا خادم وما تقولش ليه، افرش في دمك هعدي عليه لاجل حمايتي. وقال لي ابوها: عايزها اجيبلها 100 جرام دهبها وسيبلها نفقة ومؤخر، وخدها معاك، ولو مش معاك ادفع في قايمة، لاجل يا ولدي احفظ حقوقها، اصل الزمان ده ملوش امان. انا مين؟
انا فين؟ انا جيت الدنيا واذتني من البني ادمين، واللي انا حبيتهم في حياتي كانوا ملحقدين. انا جيتها بعيط وبعيط فيها، ومليش غير رب العالمين. انا رافع ايدي ومسلم، وكل اللي انت وهبتولي انا قابل بيه. انا واثق انك هتعني وهتكبر خاطري وهتشيلني من كل هموم. وانا واثق برضه يا رب الكون انك هتحقق احلامي وترد مظالم للظالمين. انا واثق برضه يا رب الكون. ده اللي في ايدينا نقوله لهم. عايزين الاهالي تسهل شويه على الشباب من ناحيه الجواز، يبقى فيه اهتمام. يبقى فيه اهتمام، في مراقبه. في مراقبه كل شاب هو بيعمل ايه، بيسوي ايه، بياخد الفلوس دي يوديها فين، مش يديله الفلوس بالسهل. يعني انت كده بتدمره، ما بتديله فلوس بتدمره. احنا مش جيل فاشل خالص، بس جيل محتاج مراقبه شويه. مراقبه ومحتاج تصليح ومراقبه، يعني نشوف الغلط فين ونصلحه، مش اللي احنا نحط غلط على غلط. مش هنلوم الزمن. مش هنلوم الزمن، لا الزمن ما بيتلمش، الزمن عمره ما بيتلام، الزمن ما بيتلمش. والله احنا بنلوم نفسينا، احنا انت قدامك الصح وقدامك الغلط، وهو اللي بيختار بيمشي في الصح ويمشي في الغلط. احنا الزمن ده بيبقى شماعه بنرمي عليه ايه مشكلتنا، ويقول لك دي ظروفي، ويقول لك لا، في ناس عاشت من غير اهاليها، وعاشت من غير ناس، من غير ظهر ومن غير سند، وعدت ووقفت ومشيت واجلت ظروف اوسخ من اللي هو الشاب ده بيقول عليها. يمكن انت ظروفك اسهل من ظروف واحد تاني، بس انت بتحب ترمي شماعتك على الزمن والظروف. احنا بنشكرك بجد على المشاركه، واتمنى الرساله توصل لكل الشباب. اجتهد واسعى وربنا معاك. انا بشكرك جدا يا ابو نسمه، وسعيده جدا لتاني مره نعمل معاك لقاء. شكرا يا باشا، انت منوره الدنيا كلها يا باشا. الله يخليك، ونشوفك في احسن الدنيا يا رب ان شاء الله. الله يخليك. موافق ان احنا نذيع الحلقه دي ان شاء الله؟ نعمل باي للكاميرا.